عني ودع القلب فيه ثلوم. مساء الخير، مساء الحب ومساء الشوق لكم أنتم متابعين ومشاهدين تلفزيون سكوب. نرحب بكم من خلال برنامجكم الأسبوعي برنامج رواسي الشعر. اليوم معنا ضيف جدا جميل، شاعر وفارس، هو أحد أجمل الأسماء الشعرية في جيل التسعينيات. اشتهر في قصائده بملامسته لهموم مجتمعه بمختلف أنواعها، وأخذت قصائده لون جميل يحمل إحساسه الدافي. شاعرنا شارك بكثير من الأمسيات في الشارقة وأيضا مهرجان هلا فبراير وفي الأردن وفي مصر. لقب بالعديد من الألقاب، منها شاعر الزبرجد وأيضا شاعر الوطن. له الكثير من القصائد والأبيات الجميلة، مثل هذا هو اللي تبيه وقدرك ربي عليه، إني أرحل عن حياتك واشعل ظنوني بليه. وأيضا له من الأبيات الجميلة يا حسين ما يشكي من الوقت رجال، أنا أعرف رجالا شكى الوقت منها. هو بالتأكيد شاعر الوطن سالم سيار. باسمي وباسمكم أرحب بضيفي سالم سيار. أسعد الله مساك. وبالبداية أنا يشرفني أني أكون بجنبك من طيب. ثاني شيء ويشرفني أني أكون ضيف على قناة سكوب، هذه القناة البطلة، وسعيد أني ألتقي الأبطال اللي موجودين هني، اللي هم صاروا حديث الشارع. سكرت سكوب وفتحت سكوب. أنا يشرفني أني أتواجد بقيادة طبعا مخرج هذه الحلقة ومن معه الأستاذ نايف شاهر. طبعا سالم، أول شيء أرحب فيك وأشكرك أنك لبيت دعوتنا وأنك موجود اليوم في أمسية. أنا اليوم ما راح أسميها حلقة، راح أسميها أمسية لطيب إحساسك وطيب ما بداخل سالم. أنت قلت هذه القناة البطلة. سالم أنت البطل. أنا اليوم فرحان أنك أنت تكون وياي متواجد، لأن طرحك وإحساسك وقصائدك تشبه طرح هذه القناة الجميلة بقيادة الأستاذ فجر السعيد والأستاذ محمد طلال والأستاذ فراج الفراج. دائما سالم أنا قلت أنت إحساسك وطرحك يشبه طرح هذا القناة، لأن دائما طرحك يكون وطني، سواء في أمسياتك في لقاءاتك. اليوم أنت موجود ويانا حاضر بالوطن، وأيضا راح تكون موجود معنا في القصائد الوطنية. أترك لك الاختيار طبعا أنك أول شيء ثاني مرة ترحب بجمهورك من خلال تلفزيون سكوب. لك الحرية أنك ترحب في مشاهدينك وفي محبينك يا سعد. أنا أقول يعني أسعد الله مساء الجميع وأسعد الله أوقاتكم وبكل حب. أنا ثاني مرة ألتقي وياكم أو ثالث مرة عن هذه القناة. هذه القناة يعني لا تحمل أي نفس كما يقولون، لكنها هي دائما تجمع المواهب وتجمع المبدعين، ودائما يعني هي تلاحق الموهوبين وتجيبهم لهذه القناة. أنا بالنسبة لي ما أجامل، وأنت تعرفني أخوي خالد، أنا أشكر قناة سكوب على رأسها الأستاذ فجر والأستاذ محمد طلال السعيد والأستاذ نايف شاهر وجميع من يتواجد في هذه القناة. إيه خلاصة الأمر صوت الشعب. أنا دائما يعني ألمس بقناة سكوب الأصوات البسيطة، وأنا أعشق دائما أعشق البساطة، لأن البساطة هي توصل للجمال. دائما يعني أتواجد، وخاصة في فترة الصيف إذا الناس دائما تحب الشعر، وأنا عندي يعني مثل ما تقول الحمد لله ملكة الشعر. بالعكس أتشرف أني أجي وأنثر يعني في فضاء هذه البلاد الطيبة هذا الشعور. سالم، بداية نفس ما قلت أنت دائما تحضر بالوطنية. أصبح سالم سيار وقصائده شيء مهم في المناسبات الوطنية لدولة الكويت. ماذا شعورك وأنت يعني وصلت لهالمرحلة هذه؟ يعني بكل أمسية أو كل محفل وطني لازم نجد سالم سيار على رأس القائمة. إذا كان متواجد داخل البلاد لازم سالم سيار يكون متواجد في هذه الأمسية أو في حتى البرنامج الشعري. ويمكن بدايتي بالشعر يعني بديت يعني اختصار من حيث انتهى الآخرون. يعني وجدت بالشعر نعمة، وقول الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث.
وجدت أنك يعني لما تبي تتناول الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة كما يقول سبحانه وتعالى أصلها ثابت وفرعها في السماء، لذلك أحاول دائما أسقط مشاعري بالآخرين، وبعد ما أسقط المشاعر بالآخرين أحاول أعالج بعض القضايا مثل قضية الأم أو قضية فلسطين أو القضايا الإنسانية، القضايا المتواجدة في الأمة العربية. لكني دائما لما أروح القضايا أرجع يعني أتنفس حبا وأكتب للوطن. تمام سالم، فيما حضورنا بالوطن يعني ونبي شعر، ويفضل أن تكون قصيدة الشواميخ. حاضر يا خالد. يقول: هنا يا موطني ثورة شعور وثورة الأمثال، ونيران الذهب ترمي بلهبها ثورة أمثالك، حنين يسطلي يزفر طموحه يزفر الولوال، إلين المجد تتهشم ضلوع بنار ولوالك، أمد الشعر في قلب النفوس ويرتفع بالبال، وتنبض كل عيون الوقت والتاريخ وجيالك، علم برجال من أجل الطموح يشب علم برجال، أشب عمري من عيونك ورفرف في سم رجالك، وجيتك يا وطن هقوة بدو من نخوة الفنجال، وجيتك يا وطن سطوة حضر من عشق يا مالك، جفن خبيت به عرضه وجفن خبيت به يا مال، وجيتك ما أشوف إلا بعيوني برك وجالك، أحبك يا وطن وثني سواد الحزن والموال، أحبك واقلب الدنيا حزن من عين موالك، أحبك يا وطن واغلى الفراق يكون فيك وصال، وأنا جيتك أحط موتي عليك وأطلب وصالك، لأنك من فقر ذيك السنين الضم حنين بلال، إلى هذا العمر تحضن حنينك من صدى بلالك، زرعت الحمد في جدب السنين وأثمرت الآمال، ومن آمينها تحصد رضا من نبتة آمالك، رقيت بدعوة شقت غيوم الويل والأهوال، إلين الله بزغ شمسك من البترول بهوالك، حمدت الله في عسر المحال ويسر الله حال، شكرت الله وحدثت الأراضي بنعمة أموالك، تيمم من يدك جابر توضت من يديه رمال، تعزويته وهو مثلك بعد هو كان ينخالك، ألا يا شيخ يا ملبس شواميخ الجبال عقال، عجز زلزالهم يثني في راسك لبسة عقالك، يا خيال المراجل ما يجي مثلك أبد خيال، يا خير الفال لا والله أقول الخير هو فالك، رسنت الأرض يا سيد هواها وقدتها بأفعال، ووقفت الوطن بين الأمم من هقوة أفعالك، كثير خصال يا عشق النفوس أدري كثير خصال، يعجز الشعر يا عشق النفوس يعدد خصالك، جبل داخل جبل داخل جبل داخل وصرت جبال، نهر داخل نهر داخل نهر داخل في شلالك، طويل أطول من الصبح وطويل أطول من الأطلال، طويل أطول من المجد ويعجز المجد يرقالك، رجالا تكبر بثوب الرجولة وتطلب الإكمال، وانت اللي وسط مهدك أتم الله بإكمالك. الله عليك يا سالم. الله يسلمك. والله لو أدينا ما تصفق لك يعلم الله ان قلوبنا تصفق. أنا يشرفني ان سالم انت تكتب ما بداخلنا، تكتب بما داخل كل مواطن كويتي. الله يسلمك يعني يا خالد. مريت في بالي امور كثيره من رحمه الله سمو امير البلاد الراحل، اسال الله يغفر له ويحفظ الشيخ صباح، الله يغفر له واسال الله يخلي شيخنا صباح امير الكويت. ابو سيار، الحديث وياك لين الحين يكون بالوطنيه، خل نروح لقصيده سمو الارض. هذا الظهور الاول لسالم سيار، الظهور الاول لانه كان من خلال تلفزيون الكويت، فكنت متواجد. نعم. في هذه القصيده، كلمنا عن هذه القصيده، قصيده سمو الارض. والله شوف، قصيده سمو الارض يعني بعد يعني ما راح الله يرحمه الشيخ جابر للعلاج، شعور يعني نفس ما جميع الناس كانت يعني تشعر بالحزن والاسى، ولكني انا حاولت اني يعني مثل ما تقول الشاعر هو يقول يعني ما يستطيع الاخرين يعني عن الكلام اللي يقوله. ترجمت هذه القصيده بمشاعري
وتوفقت القصيدة لأنها سبحان الله أن كان لي السبق في تقديم هذه القصيدة. ولا أنسى يعني بعد الفضل الله أمسي على أخوي، هو أول من أطلقها يعني صراحة للفضاء، الأستاذ المذيع في قناة العربية الأستاذ عادل العيدان، أمسي عليه بالخير. يستاهل كل تحية الأستاذ عادل العيدان، إعلامي كويتي نشط، نوجه له أجمل التحايا.